السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من الجزء اللي فات. لو لسه ما شفتش الجزئين اللي فاتوا فروحوا اتفرجوا عليهم الاول عشان تفهموا بقية الحكاية. ما تنسوش بقى قبل ما نبدأ تصلوا على الحبيب. يلا بينا نكمل الانمي بتاعنا. شفنا في الجزء اللي فات ان صاحبنا مش بيعرف يعمل تعويذة تطهير، مع ذلك جورد الواطي سابه ومشي. وبعد كده صاحبنا طلع سيفه وقرر ان هو يتمشى شويه عشان يكتشف المكان. وهو ماشي لقى مجموعه كبيره جدا من الزومبي بتهجم عليه، وبقى مش عارف يعمل معاهم ايه. بس صاحبنا حاول يستجمع كل قوته وبدأ ان هو يعمل التعويذه اللي قراها قبل كده، وهوب دبل كيك بتنجح معاه وبيقدر يخلص على كل الزومبي. وبيبقى مش مصدق نفسه ومبسوط جدا، وبيقرر ان هو بقى يروح يبص على مستواه ارتفع ولا لا. فبيلاقي مستواه زي ما هو مرتفعش، فبيقول مش مهم، بالفلوس اللي هقبضها هقدر احقق كل اللي بتمناه. بس بيجي في باله حاجة، إن كم عدد المرات اللي يقدر يستخدم فيها التعويذة قبل ما طاقته تخلص. وبيحط التعويذة على سيفه وبيبدأ يقتل كل الزومبي اللي بيقابله، وبيجمع الأحجار السحرية اللي بتقع منهم، وبيكلم نفسه وبيقول ده شغل عيال بقى يا جدعان، ده ميجيش تعب نص ساعة مع المدرب بتاعي. وبتيجي مرة واحدة ليه فكرة إن هو يستخدم تعويذة الشفاء عليهم، وهنا كانت المفاجأة إن هما كمان برضه بيموتوا. بيصدم جدا صاحبنا إن تعويذة الشفاء بتموتهم، وبيطهر إيده من دم الزومبي. وبيكون كده كمان خلص على كل الزومبي اللي في الدور الاول، وبيقرر ينزل للدور التاني. فبيلاقي مجموعه كبيره جدا على باب الدخول، فبيفرح جدا وبيقول ده انا كده هعمل ثوره كبيره جدا من الاحجار اللي هلاقيها. وبعد كده هو ماشي بيشوف حاجه زرقاء طايره في المكان، فبيروح يضربها بالسيف وبتخرج منها هي كمان حجر. فبيقول لنفسه ده اكيد المصباح اليقطيني اللي كان الناس بتحكي لي عنه. وبيكون جعان جدا وبيطلع سندوتش وكوبايه من المشروب الطاقه اللي استغفر الله العظيم ريحته دوت. وبيقول ان ريحه المشروب الطاقه دوت هتخلينا نستحمل ريحه المقابر القذره ديت. وبيتفاجئ ان الزومبي اللي في المكان مش بيهجموا عليه. وبعد كده بيخلص عليهم كلهم وبيقرر ينزل الدور اللي بعده. وبيتفاجئ ان هو بيقابل هياكل عظميه وبيخاف جدا من شكلهم، بس بيجمع قوته وبيستخدم عليهم تعويذه التطهير وبيخلص عليهم كلهم مره واحده، وبيجمع الاحجار السحريه اللي بتقع منهم. بس للاسف طاقته السحريه بتخلص وبيقرر ان هو يروح، وبيكون نجح كده في اليوم الاول بتاعه. وبيروح على النقابه وبيقابل جورد الواطي، وبيساله ازاي يبدل المجوهرات اللي معاه عشان عايز يشتري كتب سحريه. فبيعرفوا جورد الواطي على المكان، وبيقول ان الكتب السحريه الموجوده في الكنيسه هنا مميزه جدا ومش هلاقي زيها كمان بره. بيعرفوا ان هنا في كمان اسلحه وجرعات قوه وحاجات تانية كتير يقدر يستبدلها كل ده بالمجوهرات اللي معاه. وبينادي جورد على البت اللي هناك اللي اسمها كاتاليا، وبتتعرف على صاحبنا وبتفضل تساله على يومه وبتفضل تتكلم معاه، وبيتبسط جدا من الكلام معاها. وبعد كده بتقول له هات المجوهرات اللي معاك، وبعد كده بتاخدهم منه وبتطلع عليه كارت مكتوب فيه عدد المجوهرات اللي هو جمعها، وبيكون ان هو جمع 4216 نقطة. بيتصدم جدا جورد من المبلغ، لانه اول مرة حد يجمع الرقم ده من اول يوم ليه شغل. وبتقول له بقى ها عايز تشتري بيهم ايه؟ بيشاور طبعا على الكتب السحرية، بيسألها على سعرهم، بتعرفوا ان اغلى كتاب فيهم 8 مليون نقطة بس. بيصدم جدا من السعر الكبير، بس هي بتطمنه وتقوله ما تقلقش انت شاطر وهتقدر تجمعهم بسرعه. وبيروح بعد كده على السيوف وبيسألها عليهم، بتبدأ تشرح ليه مميزات السيوف ديت، وان هي مصنوعه من الفضه وبتساعده جدا في القضاء على الارواح المزعجه. وبعد كده بيشوف رمح وبيعجبه جدا وبيسألها عليه، بتعرفوا ان تمن اي سلاح قدامه 2500 نقطه بس لكل سلاح. بيفرح جدا من السعر. وبعد كده بتحكي ليه ان الاسلحه دي مخصصه للمعالجين اللي بتطرد الارواح، ومش اي حد بيشتغل الشغلانه ديت، ومش اي حد بيعرف يستخدم التعويذه كمان على السلاح، وان هم كمان ممنوعين ان هم يبيعوهم بره. وبتقوله عشان كده سعرهم رخيص جدا. فبيفرح جدا صاحبنا ان هو بيعرف يعمل التعويذه على السلاح بتاعه بكل سهوله. وبيقول لها ان هو عايز يشتري السيف والرمح، بس الفلوس اللي معاه مش كفايه. بتقول له عشان انت اول مره تشتري من عندنا هعمل لك خصم، وهخليهم الاتنين كمان ب 4000 نقطه بس بدل 5000. بيفرح جدا وبيشكرها على عاطفتها معاه. وبتقول له حاسب بس لا تموت او تاذي نفسك، فبيطمنها وبيشكرها وبيسيبها ويمشي. وبيفرح جدا انه اخيرا هيحقق اللي نفسه فيه وهيجمع فلوس كتيره جدا. وهو ماشي بيتصدم لما بيشوف المسؤول واقف مستنيه وعايز يعرف يومه كان ماشي ازاي وايه الصعوبات اللي واجهته. بيطمنه صاحبنا وبيعرفوا المسؤول ان هو يقدر ينزل اول الشهر يشوف المرتبات نزلت ولا لا، ولو احتاج اي حاجه يقدر يروح يجيبها من المخزن، بس ياخد اللي محتاجه بس ويسيب الباقي لغيره. وبيقول له كمان ان انت لازم تاكل الثلاث وجبات بتوعك كل يوم، ولازم كمان تغسل سنانك قبل النوم، ولازم تنام كويس عشان خاطر اي غفله منك في الشغل بحياتك كلها. انا مبقتش فاهمه الراجل ده خايف عليه ولا تبع الدكتور الكبير. ما علينا. وبعد كده بيديله عبايه مكتبيه وبيساله روشيل عليها،
بيعرفوا ان هو لازم يلبسها طول ما هو في النقابه اللي هي الكنيسه يعني، وبيبدا يشرح ليه عن العبايه ديت وعن مميزاتها وكلام كتير جدا جدا عليها. وروشيل بيبقى خلاص مش قادر من كتر الصداع بسبب كلامه الكتير، وبيبقى عايز كمان يديله بوكس على ابوه عشان خاطر يسكته. وبعد ما بيخلص الكاهن كلامه بيسيبه وبيمشي اخيرا. بيبص لروشيل للعبايه وبيقول لنفسه ان هو جاي كل الطريق ده عشان خاطر يديني العبايه دي بس. وبنروح لتاني يوم وبيجهز صاحبنا الاسلحه اللي هيقتل بيها الزومبي، وبيقول لنفسه لو القائد شافني بكل الاسلحه دي هيخلص عليا خالص، بس انا كان نفسي من زمان ان انا اشيل سلاح. وبيفضل يقتل في كل الزومبي، بس الصدمه كمان ان هما كمان بيبقوا شايلين اسلحه. وبيخلص عليهم وبيخلص يومه وبيروح للمتجر عشان خاطر يبدل النقط. وبيطلعوا النقط المره دي 5372 نقطه. بتتخض البت جدا من الرقم وبتقوله ده انت على اخر الشهر كده هتخلص على المتجر كله. وبنروح لتالت يوم وبيبقى مبسوط جدا ان هو اخيرا رسم الخريطه للمقبره ديت ل5 طوابق بحالهم. وبعدها بيتعب وبيقرر ان هو يكمل رسم في يوم تاني، وبيروح للطابق السادس وبيخلص على كل اللي فيه. وبيبقى مبسوط جدا ان الشغلانه سهله جدا، وبيسأل نفسه هو فاضل كام طابق تاني في المقبره ديت. وبعد كده بيفضل يقتل في كل الزومبي وهو ماشي. والغريب في الموضوع ان محدش من الزومبي بيقرب ليه بالرغم ان هم كمان معاهم اسلحه. وتقريبا نقع على نفسه من اللذينه، ومره واحده بيدوس على حاجه تقريبا ده فخ، وبيقدر يلحق نفسه على اخر لحظه ومفيش حاجه بتقدر تسيبه. وبيقولوا انهم اكيد عاملين فخاخ كتيره جدا وان هو لازم ياخد باله منهم. ولسه بيرسم الفخ بيلاقي جيش كبير جدا 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 من الزومبي بيهجم عليه، وبيستخدم عليهم تعويذة تطهير وبيقدر ان هو يخلص عليهم كلهم. وبيكمل صاحبنا استكشاف المتاهة والفخاخ كمان اللي فيها، وبيصدم لما بيلاقي اعداد الزومبي عمالة تزيد بأعداد كبيرة جدا، وبيخلص عليهم كلهم. وبيكمل في قتلهم ورسم الخريطة واستكشاف المكان. وبنروح بعد كده لليوم العاشر وبيكون هو كمان في الدور العاشر، وبيلاقي جيش كبير جدا جدا من الزومبي اكبر من اللي بيلاقيه كل مرة، وبيقتلهم كلهم برضو بتعويذة التطهير. وبيفضل يدور على السلم اللي بعده عشان خاطر ينزل في الدور اللي بعده، بس بيتفاجئ بقى ان هو بيلاقي باب اوضه كبير جدا جدا، فبيقرر ان هو يدخله تاني يوم عشان خاطر يكون بكامل قوته. وبعد كده بيروح على النقابه وبيسأل جورد على الباب اللي شافه. جورد مبيبقاش فاهم قصده ايه، وبيبدأ صاحبنا يشرح ليه على باب الاوضه اللي شافه كبير جدا جدا. بيصدم جدا جورد من كلامه وبيقول له ان هو وصل للمستوى ده من قريب جدا. انت ازاي قدرت توصل للمستوى ده في الوقت القصير ده؟ وبعد كده بيحكي ليه جورد ان هو هيقابل جوه الزعماء الاوضه الاقوياء جدا جدا. وبنروح لليوم ال11 وبيكون صاحبنا مجهز نفسه لكل حاجه عشان خاطر يقابل الزعماء اللي في الاوضه. وبنعرف كمان ان هو اشترى قوس جديد مخصوص لمقابله الزعيم، وبيسأل نفسه لو قتلت الزعيم يبقى كده انا خلصت على كل الزومبي وخلصت على المتاهه ديت. وبيسأل نفسه كمان هو جورد وصل الاوضه دي في قد ايه، وان كام واحد وصل الاوضه دي قبله. وبيتحمس اكتر وبيقول انه هيكون اسرع شخص يتخطى الاوضه ديت، واكيد هياخد جايزه كبيره جدا جدا، وكمان هيتدرب اكتر. وبيقول لنفسه ان هو بعد ما بيخلص على المهمه ديت هيقدر يرجع تاني للمدينه اللي كان فيها قبل كده. وبيتحمس جدا وبيشرب من مشروب الطاقه بتاعه، وبيفتح باب الاوضه وبيدخل، وفجاه الباب اللي وراه بيتقفل، وبتظهر قدامه شعلة نار بتجري منه في كل حتة في الأوضة، وهي بتيجي بتنور ليه المكان. وبيتفاجئ ان في جيش كبير جدا 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 من الزومبي، وبيتصدم من اعدادهم. وبيقول ان جارد ما قالوش ان في اعداد كبيرة جدا للدرجة ديت في الأوضة ديت. وبيقرر صاحبنا ان هو لا تراجع ولا استسلام، بين قوسين القبضة الدايمة. وبيجهز سيفه وبيعمل عليه تعويذة التطهير. بس هنا كانت المفاجأة ان تعويذة التطهير مش شغالة اصلا. هنا بيفضل يحاول اكتر من مرة بس ولا حياة لمن تنادي، وبيفضل يجري من الزومبي والزومبي يجري وراه، هو يجري والزومبي يجري وراه، هو يجري والزومبي يجري وراه. وبيسأل نفسه ان ليه جورد ما قالهوش ان السحر كمان محظور في الأوضة ديت. وبيتضايق جدا من نفسه ان هو اتغر في نفسه وان ما حسبهاش صح، لحد ما بيتزنق في الحيطة وبيجي الزومبي من وراه وبيعوره في وشه. وبيبدأ يسترجع تدريبات القائد ليه وبيقطع في الزومبي بالسيف بتاعه لحد ما بيخلص عليهم كلهم، وبيبدأ يلم في الأحجار بتاعتهم بس بيكون تعبان جدا. وبيقرر ان هو اول ما يخرج من هنا هيعالج نفسه، بس ما بيلحقش يفرح وبيلاقي فيه اعصار سحر جه من وراه وهوب دبل كيك بيوقعه على الارض. بيصدم جدا من قوة الوقعة وبيقول ايه ده، معقول في زومبي تاني في المكان؟ وبيتفاجئ بقى ان هو مش زومبي، ده زعيم الزومبي وايت بذات نفسه.
وبلاقيه كمان عكس الزومبي اللي قابلهم ده طاير في الأوضة فوق. بس صاحبنا بيكون خلصان خالص، ويعيني عليه مش قادر حتى يتحرك من كتر الجروح والإصابات اللي اتعرض ليها. كل اللي يقدر عليه يا عيني ان هو يحدفه بالأسلحة اللي معاه، بس على مين؟ ولا بيأثر في حاجة، بيتفادى كل الضربات بكل سهولة. وبيحاول صاحبنا يفكر في أي حاجة يعملها، بس الزعيم مش بيديله أي فرصة. وبيحضر كمان تعويذة عشان خاطر يخلص عليه، وهو بيبصله كمان وبيضحك. وروشيل بيبقى خايف جدا من نظرته الشريرة، بس بيستجمع قوته من تاني وبيحدف عليه سهام تاني، وبرضه الزعيم بيتفاداه بكل سهولة. وكل ما يجي الزعيم يحضر التعويذة صاحبنا مش بيديله فرصة، بيفضل يحدفه بالسهام، لحد ما في مرة بتيجي ليه فكرة انه يغفله ويضربه بالسيف. وفعلا بيجري عليه صاحبنا وبيضربه بالسيف في راسه، بس عكس المتوقع ان الزعيم بترجع راسه لطبيعتها، وبيتعصب جدا جدا من روشيل، وبيجمع قوة كبيرة جدا عشان خاطر يخلص عليه. وشكلها نهاية روشيل. يا ترى ايه اللي هيحصل في الجزء اللي جاي؟ والزعيم هيخلص على روشيل، ولا روشيل هيخترع حاجة جديدة وينقذ بيها نفسه؟ كل ده هنعرفه اكتر في الجزء اللي جاي من حكاية روشيل. ولو عايزين الخص ليكم الجزء اللي جاي بسرعه اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش بقى تصلوا على النبي في كومنتات وتحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.